عارف الموبايل لما تشحنه 10 دقايق بس وتفتكر كده انه هيكمل معاك باقي اليوم، وبعدين فجأة تلاقيه فصل منك. احنا بالظبط كده، بننام نوم خفيف وبنستغرب ليه طاقتنا بتخلص بسرعة، ليه مزاجنا دايما متقلب، وليه تركيزنا دايما بيضيع من أقل حاجة. النهاردة هقولك ليه النوم العميق مش رفاهية، وليه الراحة عمرها ما كانت كسل، بالعكس هي الوقود اللي هيخليك تكمل وانت مركز. زمان كانوا بيقولوا إن الشغل أكتر بيساوي نجاح أكتر، بس دلوقتي الدراسات بتقول إن الراحة الكافية بتساوي إنتاج أكتر. عقلك زي أي جهاز محتاج يطفي علشان يعرف يشتغل بكفاءة. النوم بقى العميق هو لحظة الصيانة اليومية لعقلك ولجسمك. جيف بيزوس مؤسس أمازون معروف إنه بينام 8 ساعات كاملة. مش بيعمل كده علشان هو كسلان أو علشان شايف إن دي رفاهية، لكن علشان بيعرف إن عقله لما بيكون مرتاح بياخد القرارات أحسن وأسرع وبأخطاء أقل. وهو بنفسه قال لو نمت كويس أنا بعمل أقل عدد من القرارات الغلط. الموضوع مش بيتوقف عنده بس، إنما شركات كبيرة دلوقتي بقت بتخصص غرف للنوم كاملة للموظفين أو للتأمل. النوم العميق مش مجرد راحة، ده ريست، إعادة ضبط لكل حاجة فيك. فيه هتلاقي جهازك المناعي بيتصلح، وهتلاقي كمان هرموناتك بتتنظم، وهتلاقي كمان مخك بقى أهدى وقادر يخزن المعلومات اللي من غيرها هتلاقيه بيشتغل بنص طاقة بس، ومش هيستهلك ويستنزف أسرع. المجتمع بيحب يربط الراحة بالكسل، لكن الراحة الذكية هي سبب استمرارية الناجحين. الكسل هي الهروب من العمل، بس الراحة هي استعداد أقوى للعمل. الفرق بينهم بيكون في النية وفي الطريقة. طيب تعمل ايه بقى يا بطل علشان تعرف تنام نوم عميق؟ أول خطوة حاول تحدد ميعاد ثابت. جسمك بيحب الروتين حتى لو كان في الأجازة، حتى لو كنت انت شخصيا ما بتحبش الروتين. حاول قدر الإمكان تقلل الشاشات قبل النوم بساعة مثلا، قلل الإضاءة اللي حواليك وخليك قاعد في إضاءة مثلا هادية. قبل ما تنام حاول تكتب كل حاجة شغلاك علشان تعرف تفرغ كل حاجة في دماغك. هيئ جسمك، اشرب حاجة دافية، خد حمام دافي، اعمل مساج لنفسك. كل الحاجات دي بتساعدك انك تدخل في النوم اسرع. اخر خطوة بقى، دايما انتظم على انك تصحى في ميعاد معين، لان ده هيثبت الساعة البيولوجية في عقلك، فهتقوم اهدى وهتقوم شبعان نوم. الراحة مش كسل، الراحة هي اللي هتخليك تكمل مشوارك من غير ما تتحرق. جرب تنام نوم عميق لمدة اسبوع بس، وقارن إحساسك وطاقة يومك بالأوقات اللي ما بتعرفش تنام فيها كويس. قولولي في التعليقات إيه أكتر حاجة بتمنعكم من إنكم تناموا نوم عميق، وهل أصلا وصلتوا لمرحلة إنكم عارفين تناموا نوم جسمكم فعلا محتاجه ولا لأ. أنا غدير وده الاستمورنينج، ودلوقتي هصبح عليكم وأقولك يا صباح الاستمورنينج القمر.